السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا بقى كده علشان نكمل باقي الفرش بتاعنا. طبعا امبارح نضفنا المطبخ كويس جدا وغسلنا بقى الشفاط والبوتاجاز والفرن والرخام والحيطان. بصوا ما خلاناش حاجة غير لما غسلناها فيه. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه بجد هيعجبكم جدا. ويعني يا ريت تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو بتشوفوا قناتي لاول مره يا ريت تشتركوا فيها مش هتندموا يعني باذن الله. النهارده بقى كده انا جبت الورق الفوم دوت حلوه جدا، وجبت كمان بقى لزق كده للرخام علشان نجدد المطبخ بالحاجات البسيطه دي. بجد يا جماعه والله العظيم المطبخ فرق معايا. بصوا 360 درجه. كفايه ان انا بدخل المطبخ بحس ان المطبخ بسم الله ما شاء الله كده يعني ايه منور لوحده. عارفين انتوا بدل لما كان لونه كده مضلم ومش حلو يعني علشان كان كل حاجه تحسوها غامقه فيه، لا بالعكس الحاجات الفواتح دي بقى كده ادت تروح للمطبخ وفتحته. بالذات بقى انا غيرت كذا حاجه وغيرت سجاده المطبخ. بصوا هتتفاجئوا بحاجات كتيره هتعجبكم ان شاء الله. بصوا الفوم دوت انا اشتريته من محلات كوكو اند اس لو كنتوا تعرفوها. عنده حاجات كتيره وعنده حاجات حلوه قوي. واول مره اشوف الفوم اللي هو زي كده، يعني انا كنت بشوف اللي لونه ابيض عادي. ده بقى لما رحت علشان اشتريه لقيت الشكل دوت عجبني جدا. كنت انا وجوزي والولاد كانوا معايا، فبصراحه كنا بنختار مع بعض، فهم التلاتة اتفقوا على اللون ده. بصوا انا كنت جايبه اسود ابيض وفيه اسود كده، وجايبه كمان ابيض وفيه فضي عشان هعمل بيه حاجات في الصاله. فانا بقى كنت في الاول باخد رايكم اعمل الفضي في هنا ولا في الصاله، ولكن هنا بصراحه قالت لي يا ماما الاسود احسن علشان المطبخ فيه اسود، وانا اقتنعت برايها وبرايهم كلهم اجمعوا على اللون ده يعني. فقلت خلاص هسيب الفضي للصاله، كمان فعلا هيليق على على الحاجات اللي في الصاله، واخلي دوت لهنا. انا اول بلاطه ركبتها كده بجد انبهرت من شكلها حقيقي يعني. لا كنت فرحانه جدا. بصوا يا جماعه الحاجات دي فن كده، وانتي بتعمليها كانك بترسمي. بجد بتكوني مبسوطه كل ما بتعملي حاجه وتطلع شكلها معاكي حلو ومديه شكل، بتفرحي بيها جدا. يعني انا كنت واقفه الفيديو ده انا مصوراه بالليل، انا ما نمتش في اليوم ده. يعني بصوا فرحانه بيه جدا جدا. حاجه بسيطه وممكن يعني قد تكون حاجة بسيطة جدا، ولكن لما بتلاقي شكل الحاجة كده جميل وانت مقتنعة بيها وحباها لا بتفرحي. وبالذات احنا الحمد لله يعني ربنا يديم علينا نعمة الرضا بأقل حاجة بتبسطنا كده وبنكون يعني فرحانين بيها. بصوا بقى عند الحنفية هنا الحتة ديت كده رخمة شويتين تلاتة، فطبعا بقى اضطريت ان انا اقص كده. بصوا هو عايز ايه فن كده، وانا فنانة ومبدعة بقى كده ومش بحب اتكلم عن نفسي كتير علشان خاطر يعني ايه الحاجات دي بتتنزل. مش عارفة بتتنزل اللي لازقة معايا اليومين دول دي. المهم يا ست الكل بقى قصيته كده نصين. قيسي كده وقصي كده وفنني كده وبصي طلعي ابداعاتك، انا عايزاكي تطلعي ابداعاتك ما تستخسريش. فقصيته نصين وقمت عاملاه زي ما احنا شايفين كده علشان بقى ما يبانش ان احنا ايه ملزقين حاجه على الحيطه وشكلها يع ونوتي والحاجات دي. لا يبان كده ان احنا ايه مفننينها كده، عارفين بنرسم لوحه فنيه. هنا بقى جيت انا وقفت شويه كتير اجيبها شمال ويمين علشان عايزاها تطلع مظبوطه، ما يبانش ان انا بقى قصه وعامله ومسويه والكلام ده. فجيت هنا كده قستها مره وقستها مره كمان لغايه ما ظبطت معايا، ورحت قصه الحته دي ورحت مركبه على طول. بصوا يعني حلو كده، يعني انت تعملي بهدوء كده وما تتسرعيش، لان لما كنت مركبه بتاعي المره اللي فاتت كان طالع مش حلو قوي مش مظبوط قوي. ولكن ايه المره دي بقى كنت بحاذر قبل ما الزق حاجه اقيس مره واتنين عادي يعني، واحنا ورانا حاجه وبعدين واحنا هنعمله كل يوم. فالتأني فيها ان انت تطلعي حاجه كده كويسه في الاخر. ايه رأيكم بجد في شكله؟ تحسي ان كل ما تركبي واحدة الحيطة بتنور كده والمكان بيدي شكل تاني تحفة خالص. وعامة من وقت للتاني التغيير حلو. عايزة اقول لكم ان انا بقالي فترة كبيرة جدا جدا عايزة اجيب الفوم ده، ولكن مش لاقياه جنبي. و يعني رحت كذا مكان لقيت اللي هو لونه ابيض ساده. فكنت قاعده في مره انا مشتركه في الجروب اللي هو بتاع كوكو دوت على الفيس، فهم كل يوم يعملوا لايف بحاجات الجديده اللي بينزلوها. فانا بقى شفتهم منزلين ده، بصراحه يا جماعه عجبني جدا. وعندهم بدل الاسود ده ذهبي، يا خرابي على الذهبي. بس طبعا كل واحد بقى وايه وعلى حسب الحاجه اللي عنده وعلى حسب ديكور الحاجه اللي عنده.
يعني في ابيض وفي ذهبي وفي فضي، جايباه برضه هوريهولكم لما نيجي نعمل الحاجات اللي هنعملها ان شاء الله في الصاله. وفي حاجات كده نظام خرابيش كده، مش رسمه حجاره طوب كده، لا يعني كلها ابيض ساده، ورايح جاي فيها خطوط زي الخطوط اللي طلعت موضه على الحيطه اللي بقت تتعمل بالذهب دي. عارفين انتوا الرسمه دي اللي انا قصدي عليها؟ هناك اللون ده كذا الوان، بصي تفكري وتحتاري وتبقي واقفه كده حيرانه. انا على ما نقيت دول قعدت تقريبا حوالي ساعه الا ربع، وجوزي عمال ينفخ واللي هو خلاص كان هيتحول عليا يعني. ولكن من كتر جمال الفوم هناك، يعني بصي يعني والله العظيم بجد تتلخبطي. احط حاجه واقول كان واحده ست هي اللي بتبيع يعني، اقول لها خلاص اخد دول، تقول لي ماشي يا بنتي، يا ست كبيره كده ربنا يصلح حالها. كان بصراحه بالها طويل معايا قوي، عشان هي كانت حاسه ان انا مروحانه. وارجع تاني اقول لها لا طب ممكن اخد ده، قالت لي بصي يا حبيبتي اقفي نقي براحتك، ولما تخلصي ابقي نادي عليا يعني براحتك. شايفه ان انا مرتبكه، وانا خايفه من حماده عشان ما يزعقش، وفي نفس الوقت انا عايزه انقي. عارفين انتوا الحاجات تحفه بجد بجد. اي حد عايز يغير في الديكور، اي حد عايز الفوم ده، هناك عندهم محل كبير قوي للفوم بس، واللزق والستيكر وورق الحائط بقى يا جماعه، والحاجات اللي هي فيه فوم هناك على شكل زوايا كده. يعني اللي عايزه يعمل الوزر والزوايا اللي في الارض او في السقف او الحاجات دي، كل ما تتخيلي عندهم هناك. واسعارهم رخيصه جدا يعني عن بره. يعني الفوم دي الواحده كانت ب40 جنيه. و ولا الستيكر اللي انا جبته بقى الرخامه دوت، قولوا لي ايه رايكم فيه. لون الفضي انا بصراحه كنت عايزه ابيض اللي هو زي الالوان الرخامه، بس ما لقيتش. فلما شفت الفضي ده فيه لمعه كده وفيه رسمه نقشه كده منه فيه، عجبني قوي برضو، قلت هيليق عندي على المطبخ اكتر بما انه لونه فضي. وبرضو لون الفضي كده يعني بينور الدنيا، عارفين. فجبته بالذات لما يكون عندك المكان ضيق، فتحي في الالوان زي ما انا عندي كده. المطبخ ضيق، وكان الحاجات فيها كله اسود، يعني الرخامه السودا دي من اغلى انواع الرخام طبعا. انتوا عارفين الجالاكسي دي غاليه جدا، ولكن هي مغمقه لي الدنيا قافله المطبخ. فانا قلت بقى افتحها كده شويه، يعني نوع من انواع التغيير، وارجع تاني ابقى اشيله ما فيهاش اي مشكله يعني. فلما يبقى المكان ضيق وانتي حاطه حاجه فاتحه، لا بتحسي ان الدنيا منوره معاكي وبتوسع. انا حسيت بكده والله العظيم. بس يا جماعه فجيت بقى لزقت اللزق دوت على الرخامه زي ما احنا شايفين كده. وهنا بقى وانتي بتلزقي اللزق ده لازم تكوني حذره جدا، لان بيكلكع كده وبيبقى صعب جدا في ان انت تعدليه تاني. انا بقى استعنت هنا بالبطاقه بتاعه التموين، جبتها اي بقى بطاقه عندك، اي حاجه كده. افردي سنه بسيطه وامشي كده بالبطاقه دي تطلعي الهواء علشان ما يطلعش ملكلك معاكي في الاخر. وانا لحد هنا بجد كنت ماشيه حلوه قوي، وكان بصوا ماشي معايا زي المسطره. جت سيله صحت قعدت تزن شويه، قعدت شلتها شويه، بحس ان هي بصوا بتقطع لي حبل تفكيري بجد والله العظيم. بتوترني اللي هو خلاص بقى عايزه اخلص عشان ايه، اروح اشوفهم. يعني انا هنا بص كنت قاعده متسلطنه كده والبيت كله كان نايم، يعني بداوا يناموا في الوقت ده. فقلت بقى ايه على الرايق كده، عارفين الحاجات دي عايزه مزاج رايق وبالراحه كده، علشان ايه؟ خلاص هي لزقت بايظه بقى معدوله، فهي خلاص لزقت، عارفين انتوا اللي هو خلاص قضي الامر. فمسكت البطاقه بصوا، وماشيه كده سنه سنه. لما كانت ماشيه معايا مفروده وتحفه، كل ما افرد سنه كل ما اشوف الجمال والحلاوه. والله العظيم بجد كل ما اعمل حاجه احس ان المطبخ جميل ومنور كده، واحس بانشكاح كده. عارفه انت الانشكاح؟ والله بجد كنت مبسوطه بيه قوي 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 قوي. انا انسانه تافهه في نفسي شويه، اقل حاجه بتفرحني والله، بالذات في الحاجات البيت يعني. انا بحب قوي بصوا، يعني انا ابدي حاجه في البيت عن الاكل والشرب، تخيلوا. مفرش ستاره مش عارفه ايه، ما عنديش مشكله، بجري ورا الحاجات دي كده بضعف والله العظيم بجد. ايه رايكم بقى بعد ما عملت الرخامه؟ تحفه صح؟ ياسين هنا بقى كان منورنا، العيال عاملين نفسهم نايمين وهم صاحيين، دخل ايه يا ماما التحفه ده، يا ماما الجمال. قلت له بجد ياسين؟ قال لي والله يا ماما حلوه قوي. إيه بصراحه ازادني كده ايه انبهار، وحسيت كده ان انا ايه مهندسه كده في نفسي. الله عليه الله عليا، انا بقول حكم والله يا جماعه. طبعا بقى كده فاضل حته، انا عامله كده كده حسابي ان انا هعمل البوتاجاز. قلت بقى كده اعملها برضو كده فضي ينور كده معانا. انا عايزه بصوا المطبخ كله كده يبقى فضي فضي فضي. عملتها برضو، هو اللزق ده حراري طبعا حلو جدا، يعني النار مش هيتأثر بيها خالص. عايزه اقول لكم ان الرول دوت فيه 5 متر ب50 جنيه.
بجد تحفة طبعا، يعني سعر ولا في الأحلام. أنا سألت عليه في العتبة وفي كذا مكان، ب75، ب85، في واحد قال لي ب100. بس مروة بتقول لي لا، ده اللي كان ب100 ده كان أكتر من 5 متر، والله أعلم. بس أنا فاكرة إن الراجل قال لي برضو إن هو 5 متر، برضو بالبطاقة كده، بفرد بيها كده. بصوا حلو جدا، يعني أنا ما كلفنيش الموضوع ده يعني حاجة. والمطبخ اتجدد معايا وشكله بقى حلو كده، ويعني نور. حاسه ان انا واقفه كده نفسيتي اتغيرت، مبسوطه بيه، فاهمني؟ فالحاجات دي حاجات بسيطه ومش مكلفه عليكي خالص، وفي نفس الوقت بتحسسك بالتغيير. ايه رايكم؟ بس اللزق ده بصراحه قرفني شويه، ولا كلكم يا جماعه وشيلان الفوم ده، يا لهوي يا لهوي شلني. بقيت اقول يعني الست الهبله اللي تروح تلزق الفوم ده، اللي هو انا من ضمنها، يعني اللي انا كنت جايباه ولسه هلزقه برضو. لا بجد تعبني جدا على ما شيلته. معرفش هو انواع ولا ايه، ولكن انا شفت كذا حد يعني كان عامله ويجي يشيله يقولك لا صعب جدا وبيضايقهم جدا وكل حاجه. ولكن احنا يعني اللي بيخلي الواحدة، يعني بصوا بنتحمل كل اللي في الحياة، مش هنتحمل شوية الفوم دول. بس بصراحة النتيجة في الآخر شكلها حلو. يعني واحدة زي كده، أنا مثلا السيراميك بتاعي ده لونه مش عاجبني، أنا مش حباه. طبعا بدل ما هقعد أكسر وهعمل الفيلم ده، وبالذات الجزء اللي تحتاني هو اللي يخصني، فاهميني؟ اللي هو يعني تحت كده، أنا مالي ومال فوق ما هوش باين أصلا. فالحاجات دي غيرت لي واديت لي شكل وخلاص، والدنيا تمام، وكمان بفلوس بسيطة. فاحنا بنبص لكده، بنبص للتغيير، وفي نفس الوقت ولا تكسير ولا كاني ولا ماني، فنستحمل لزق الفوم يعني مش مشكلة. بصوا لزقت بقى انا نزلت الوش بتاع البوتاجاز ليه؟ عشان هبقى مذنبة نفسي ومش هبقى متملكة منه قوي. لكن لما نزلته تحت كده بصراحة بقيت متمكنة منه، وعارفة ان انا الزقه كويس، فاهميني طبعا. وكده كده خلاص، بعد ما الزقه هركبه تاني، مفيش اي مشكلة. فلزقته حلو قوي، واللزق بتاعه جميل يعني، بيلزق ومش بيطلع، لان هو انواع برضو. كنت جايبه مره والزقه يقع تاني، الزقه يقع تاني. فتقريبا اللي عرفته، اللي بيتلزق ويقع بسرعه ده بيكون بقاله فتره، يعني بقاله فتره كبيره. فتقريبا بقى اللزق بتاعه خلاص باظ زي ما يكون لي صلاحيه. بصوا شايفين فرحانه ازاي؟ وكمان اللزق كفه الرخامه اللي في الوش دي، تخيلوا ال5 متر عملت منهم كذا حاجه ازاي، وفاضل عندي حوالي نص متر كمان، قلت اخليهم كده احتياطي لاي حاجه. طبعا بقى احنا عشان كنت شايله الفيش كلها، احنا حتى المشترك والله العظيم غسلناه. انتوا متخيلين؟ يعني المشترك بتاع الكهرباء مش غسلته تحت الميه، دعكته كده بالليفه ومسحته بحته، فاهميني؟ لان هو فوق البوتاجاز فمزيت. ان شاء الله باذن الله هعمل باريزه بكام فيشه كده عشان اشيل المشترك ده من هنا، عشان هو اصلا مكانه ده مش امن خالص، هو فوق البوتاجاز. فببقى مشغله البوتاجاز وقلقانه منه، فاهميني؟ يلا بقى كده تعالوا نظبط الحاجات البسيطه دي. حطيت مفرش كده فوق الفرن، وحطيت بقى الزهريه البسيطه دي على ما اجيب كام حاجه برضو كده ديكور يبقى شكلهم حلو. بجد ايه رايكم في الشكل لحد دلوقتي؟ قولوا لي. شفتوا بقى المفاجاه الحلوه دي؟ اشتريت كمان سجاده للمطبخ، دي كانت بالمتر، المتر منها ب70 جنيه، وانا جايبه 3 متر. لونها عاجبني قوي، والفريزاتشي دي كان نفسي اجيبها من زمان. ايه رايكم بقى؟ تعالوا كده ناخد لفه كده في المطبخ بعد ما خلص، واكتبوا لي في الكومنتات رايكم بامانه. وانا عارفه ايه اللي ناقص في المطبخ وشكله مش حلو، الحته اللي تحت الانبوبه دي عايزه اجيب لها ستاره، صح كده؟ قولوا لي برضو ايه رايكم. لكن الشكل النهائي بجد كده حاجه كيوته وشكله حلو قوي، وحاجه بسيطه غيرت لي شكل المطبخ 180 درجه بجد. ايه رايكم؟ لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك واشتراك في قناتي لو اول مره بتشوفوني، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.